أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. مرض الحسن والحسين، فعادهما جدهما رسول الله ومعه جماعة، فقالوا: يا أبا الحسن، لو نذرت على ولديك نذرا. فنذر علي ونذرت الزهراء وكذلك جاريتهم فضة. إن عافى الله الحسنين ليصومن لله شكرا 3 أيام. فألبس الله الحسنين عافية فأصبحوا صائمين ولا طعام عندهم. حصل علي على 3 أصوع من الشعير، جاء بها للزهراء مقابل أن تغزل جزة صوف، فغزلت ثلث الصوف وطحنت صاعا من الشعير وخبزت منه 5 أقراص. صلى علي مع النبي ثم أتى منزله فوضعت الأقراص، وعند أول لقمة كسرها علي وإذا بمسكين قد وقف على بابهم وسألهم أن يطعموه، فوضع علي اللقمة من يده وأعطى الجميع المسكين كل الطعام، وباتوا ليلتهم لم يذوقوا إلا الماء القراح. في اليوم التالي تكرر المشهد، ولكن السائل عند بابهم هذه المرة يتيم، فأعطوه كل الطعام الذي على الخوان، وباتوا ليلتهم يلتحفون الجوع فوق الجوع. تكرر ذلك أيضا في اليوم الثالث، حيث جاءهم أسير من أسراء المشركين وطلب الإطعام، فأعطوه كل طعامهم، وباتوا ليلتهم والجوع فراشهم. وبعد أن أوفوا بالنذر أصبحوا مفطرين ولا طعام عندهم. أقبل علي نحو رسول الله بالحسنين وهما يرتعشان كالفراخ من شدة الجوع، فقال النبي: يا أبا الحسن، ما أشد ما يسوءني ما أرى بكم، انطلق إلى ابنتي فاطمة. فانطلقوا وهي في محرابها قد لصق بطنها بظهرها من شدة الجوع وغارت عيناها، فلما رآها رسول الله ضمها إليه وقال: وغوثاه، بالله أنتم منذ 3 فيما أرى. فهبط جبريل فقال: يا محمد، خذ ما هيأ الله لك في أهل بيتك. فقال: وما آخذ يا جبريل؟ قال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. صدق الله